السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم شوية جد كده مع بعض. هنحلل كرويا الأهلي مع المصري، وأتمنى التحليل ده يعجبكم، وإن شاء الله مستمرين برضو بالضحك والهزار مع أصحابنا وإخواتنا عشان نخفف على بعض شوية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ماتش بالتحليل الأهلي والمصري. الأهلي بدأ بالشناوي وعطية الله وياسر وداري وعمر كمال ومروان عطية والسولية والشحات وإمام وتاو وسام. الأهلي بيبدأ الماتش بطريقة سيئة جدا ولغاية نهاية الشوط الأول. يعني الأهلي كان خط دفاعه في حاجة يعني خط دفاعه عمل ماتش كويس، بس يعني مش عارفين يعملوا البيلد اب، ودي يعني أسوأ حاجة في الكورة. المفروض يعني احنا مفيش اتنين مساكين، ما ينفعش اتنين مساكين بطل افريقيا ما يعرفوش يعملوا البيلد اب. لولا مراني لازم هو اللي ينزل، ودي حاجة أنا مستغربها. يعني لعيبة بملايين، وفي نفس الوقت نفس الفرقة اللي قدامهم المصري بتعمل بيلد اب وبتخرج بالكرة براحتها، يعني بطريقة أحسن وشكل أحسن في الملعب بصراحة. يعني شابوه علي ماهر، يعني شابوه علي ماهر في اللي بيعمله. الأهلي خط الوسط بتاعه برضو مش موجود. الاهلي خط الوسط مش موجود، لا السولية ولا امام عاشور. واتمنى من كولر ان هو يلاعب امام عاشور لعيب 8 مش لعيب 10. لعيب 10 ده يعني بصراحة مش بتاعت امام عاشور. امام عاشور اتميز في الزمالك ان هو كان بيلعب هو وطارق حامد جنب بعض، بيلعب لعيب 8. ومع منتخب مصر بياكل النجيلة لما بيلعب 8. بنعرف ان نلعبه بوكس تو بوكس، دي يعني بيلعب بيطلع كل اللي جواه. انما لما بيلعب 10 هو مرتاح ان في 2 تحت منه، فما بيدافعش معاهم. اخيرا عطية الله بيسيب العارضة بقى ويجيب لنا الفاول العظيم اللي هو عمله دوت. وبقت فاولات الاهلي بلينات، مش فاولات بصراحة. يعني الاهلي دلوقتي بقى بيتميز بوسام ابو علي، ربنا يحميه ويكفيه شر الاصابات. وعطية الله اللي مظلوم، برضو عطية الله مظلوم بسبب ان انا كنت بشوف الشحات ومعلول بصراحة. يعني معلول كان الشحات بيخدم عليه قوي على معلول، في حين ان هو ما بيعملش الحركة دي. كل ما الراجل عطية الله يعمل فنت ويجري ويفتح الجبهة، الاقي الشحات راح دخل لجوه الملعب، يا رجعها لورا. يعني اتمنى ان هو يساعد عطية الله، انما هو في حد كده بيرتاح معاه. راحة وعدم راحة دي بحسها من الشحات. كان اجاييه ومعلول بيعملوها لغاية ما عرف اسرار الشحات، عرف معلول بيحتاج ايه وبيعمل ايه. اتمنى ان هو يتوفق معاه مع عطية الله ويطلعه، لان الراجل ده بيعمل اوفرات عالمية يا ناس. والله يا جدعان يعني الاوفرات بتاعته دواء. بعد كده الاهلي بيجيب الهدف الاول طبعا. المصري كالعادة ماسك كورة الشوط الأول كله، وبيمشي الأهلي الماتش لغاية ما يخلص الشوط الأول. ووجهة نظري الكورة بتاع الشناوي دي فيها وعليها بصراحة. يعني أعتقد إن هي ممكن تكون بيليني يعني، بس الله أعلى وأعلم في الحتة دي. بس هي أعتقد إنها فيها وعليها يعني. يبدأ الشوط التاني والأهلي بيحاول يمسك كورة، وبيبقى كويس نوعا ما، أحسن من الشوط الأول. يعني الأهلي ما كانش ليه وجود الشوط الأول باستثناء كورة الهدف. بيغير بعد كده أكرم قفشة وخالد عبد الفتاح، وبيطلع عمر والشحات، وبيطلع السولية اللي عنده انذار وما كانش موجود اصلا. يعني السولية بصراحة ماتش وحش ليه، مش موجود بصراحة. وبيمشي الماتش لغاية الدقيقة 80.
وقفشة بصراحة بطيء بطيء بطيء، وده ما ينفعش يا جدعان. ده كورة انفراد، كورة انفراد، المفروض رايحين 4-1. طريقة سيئة في التعامل مع الكورة. لو انت شايف نفسك بطيء، باص واخلص منها. مش عيب ولا غلط. عندك واحد على اليمين واتنين على الشمال. بصراحة بطيء بطريقة فظيعة. واتمنى ان الاهلي يشوف لعيب رقم 10 مع الجناحات وراس الحربة اللي هو محتاجهم. انما لا امام ولا قفشة ينفعوا في ماتشات كاس العالم. يلا دوا بيتميز بحاجات مش موجود عند امام. قفشة ايوه، ان هو بيعرف يمسك كورة ويحط الفرقة المنافسة تحت. وامام بيتميز بشوط، بيتميز بحاجات، انما مش الحاجات دي بتميزه في 8، انما مش بيتميز فيها في 10 ابدا. ان هو مش صانع العاب. ده اللي انا شايفه في امام عاشور. وطبعا بعد كده طمع امام عاشور ان هو عايز يدوس برضو. انا عارف ان هو كان هيبصيها، بس زودها برضو مع التعب. انت خلاص شايف واحد وراك باص، هيروح هو التاني بعيد عنه، هيروح هو والجون خلاص وهيحطها وهيخلص الماتش. لكن برضو بعد كده بيرجع ويعمل نفس الكلام. هو دلوقتي متأكد ان هو لوحده، فبيمشي براحته. وبعد كده بيباص لقفشة وبيحرز الاهلي الهدف التاني. ودول يعتبر الهجمتين باستثناء برضو كرة امام عاشور اللي في العارضة. هجمة كانت واعدة بصراحة يعني. والاهلي بيحرز الهدف الثاني في الكورة الأخيرة من المباراة والماتش بيخلص. أتمنى يكون التحليل بتاعي عجبكم، وأتمنى كل اللي عجبه الفيديو لايك وشير وصلى على النبي الزين عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.